السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. وصفتنا النهاردة وصفة مميزة جدا، تنفع للسحور أو للفطار، وكمان وصفة مصرية بحتة. بنقول عليها فلافل أو طعمية، وأيا كان الاسم كلنا متفقين عليها جدا وبنحبها جدا جدا. هنعمل النهاردة مع بعض في فيديو الطعمية، وهنقول كمان كل مكوناتها ومقاديرها وطريقة تخزينها، وإزاي تطلع معاكي بالنتيجة الروعة دي اللي انت شايفاها في الفيديو باللون الذهبي الحلو جدا ده، وكمان هتبقى أحلى من المحلات ونضيفة ومضمونة جدا. هنقول مع بعض كل حاجة ونقول بسم الله ويلا نبدأ. المقادير اللي عندي مقادير بسيطة قوي. أول مكون معايا أساسي هو نص كيلو من الفول المدشوش، هياخد معاه حزمة كاملة من الكزبرة الخضراء و4 فصوص من الثوم، وكمان عودين من الكرات وعودين من البصل الأخضر. لو هنستخدم نوع واحد بس هيبقوا 4 عيدين، وكمان بصلاية صغيرة كده متقطعة 4 أرباع. التوابل اللي عندي هتكون معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهضيف كمان نوع كمان من التوابل مهم جدا، وهو معلقة من الكربوناتو أو بيكنج باودر كبديل. دي بتساعد أوي إن هي تبقى هشة معايا وشكلها حلو أوي. هجيب الكبة عندي، وأول حاجة إن أنا هحطها هي الفول المدشوش بعد ما صفيه تماما من مية. طبعا الفول أنا مبيتاه من بالليل، ويفضل إن هو يبات ليلة كاملة، وعلى الأقل يعني 5-6 ساعات، وتغيري عليه مية كذا مرة. هبدأ بفرم الفول الأول، لأنه طبعا هياخد وقت في الفرم عن باقي الخضار الموجودة عندي. هفرمه بالشكل ده كده، وبعد كده هبدأ أضيف المكونات اللي عندي بالتدريج، وبعد كل مكون فيهم هضرب تاني بالكبة كويس قوي بالشكل ده كده. وطبعا اساعد بقى ان انا اقلب كده بالمعلقه كويس كل شويه عشان اساعد الكبه في الفرم عندي، لان الكميه عندي كبيره شويه، او ممكن تعمليها على مرتين مفيش مشكله خالص. هبدا الاول بالبصل كده انزل فيه والثوم، وبعدين افرمهم كويس مع الفول اللي عندي، وبعد كده هنزل بعديها على طول بالكزبره الخضراء، وبعد كده هنزل بالكرات والبصل. يفضل ان انت ما تكتريش الخضار في الوصفه بتاعه الطعميه علشان تطلع معاكي وهي بتتحمر ما تغمقش منك قوي، وتلاقيها كده خدت لون غامق معاكي، وده بيبقى سببه ان الخضار اكتر من الفول. بعد ما اتضربت معايا بالشكل دوت، هو ده كده القوام اللي انا عايزاه بتاع الطعميه بالشكل ده كده. ما تكونش ناعمه قوي معاكي، ولا تكون في نفس الوقت خشنه قوي معاكي. لو احتجت ان انت كده تحركي الكبه معاكي بالميه مش كتير، هيبقى عباره عن معلقتين بالكتير. بالشكل ده كده خلصتها. هبدا بقى احط التوابل اللي اتفقنا عليها مع بعض. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان الملح هدوقه كل شويه عشان يبقى مظبوط معايا. بعد ما خلصت بالشكل ده كده هبدا احطها في بوله معاكم. والخطوه اللي جايه دي بقى خطوه اختياري مش اجباري خالص، ولكن بتفرق جدا في النتيجه بتاعه الطعميه النهائيه، علشان بتخليها هشه معاكي جدا، وهي ان انا اضربها بالمضرب بالشكل دوت. وطبعا لو مش عندك المضرب الكهربائي انت ممكن تستخدمي المضرب اليدوي عادي جدا. هضربها بس ضربتين 3 كده لحد ما تحسي لونها فاتح سنه معاكي، وبدأت كده القوام بتاعها يبقى خفيف شويه كده. خلاص هي بقت جاهزه معايا على التخزين. هبدأ اجيب اكياس التلاجة او اي طريقه تخزين طبعا حسب الرغبه وزي ما بتحبي تخزني. ممكن في علب، ممكن في اكياس تلاجة، ممكن كمان تقرصيها كده او تعمليها اشكال وتشيليها في اطباق فل جاهزه خالص على التحمير بس. طبعا ده كله يرجع حسب الرغبه. هبدأ كده احط في كل كيس الكميه اللي انا هستخدمها المره واحده بس، علشان ما ينفعش ان انا افتح الكيس وارجع بعد كده ادخله التلاجة تاني علشان ما تبص معايا ولا طعمها يغير معاكي. وطبعا هفردها بالشكل ده كده علشان يبقى سمكها قليل قوي معايا في التلاجة، وما ياخدش معاكي مكان كتير في التخزين بالشكل ده. الكميه دي عملت معايا 5 اكياس، وده كويس قوي لاني انا بعمل الطعميه والفول كل اسبوع، مش بخليهم الشهر رمضان كله كامل على بعضه، لا، علشان تبقى فريش معايا وصبحه كده وحلوه. ف5 اكياس حلوين قوي على مدار الاسبوع، لان غالبا مش هنعمل كل يوم اكيد. هبدا بقى اسفت شويه كده اعملهم معاكم ونجربهم مع بعض. هعملها بشكل دائري بالشكل دوت، وبعد كده اقوم حاطه عليها كده من ناحيتين سمسم. لو حابه تستبدلي السمسم بقى بحبه البركه بكزبره ناشفه مفيش مشكله خالص. وبعد كده في الزيت اقليها. بجد ما تتخيلوش ريحتها عامله ازاي، ريحتها حلوه جدا، وطعمها كمان طلع مميز وحلو قوي. هتاخد لون حلو معايا، وعلى فكره مهما قعدت في الزيت لونها مش هيغمق منك بسبب الخطوه اللي احنا قلنا عليها. بجد زي ما انتم شايفين الشكل حلو قوي والنتيجه النهائيه روعه بجد.
طعمها حلو وريحتها حلوه وخفيفه جدا 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 وهشه معايا. ودي الاكياس بتاعه التلاجة بعد ما خلصناها هتقعد في التلاجة معاكي زي الفل، مش هيجرى لها اي حاجه خالص، وتسحبي منها كل يوم كده في رمضان. وكل سنه وانتم بخير وبصحه وسلامه يا رب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك للفيديو، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.